السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيتكم بهاي الفطاير الحلوة اللي تفيدنا بأيام المدارس للأطفال. طبعا كل عام وانتم بخير وعام دراسي إن شاء الله يا رب مكلل بالنجاح والتوفيق. العجينة طبعا كلش بسيطة، مجرد طحين وخمرة، ملعقة سكر، ملعقتين مثلا كوب، ورشة ملح. نخمرهم شوية، نخلي مي دافي، نخلي الخميرة تتفاعل عفوا. نخلي الخمرة تتفاعل ويا السكر والمي الدافي. من تتفاعل نبدي نعجنهم. طبعا نخلي فد نصف قلاص زيت، نعجنهم عجينة عادية جدا كلش. ونغطيها نتركها بين ما تتخمر. الحشوة هي عبارة، أنا هاي محشيتها من الداخل ومن فوق أيضا خليت جبن وكرفس. كلش سهلة الحشوة، أي شي تريدوه أي شي تريدوه. هاي الحشوة عبارة عن صدر دجاج، اللي بالداخل صدر دجاج، فلفل أخضر، طماطة، بصل، بوتيتا، والتوابل حسب رغبتكم، شوية معجون، وفوق أيضا جبن وكرفس. هالعجينة أني عجنتها، قلت لكم عجينة سريعة وبسيطة. مجرد هاي الطويلة دا تشوفوها، هاي من عجينة الفرن الصمون، لأن زادت عندي حشوة ما شاء الله فدزيت وسويتها. طبعا هاي تفيدكم كلش للمدارس، وجبات سريعة للعشاء أو للريوق. وهاي أيضا من عجينة الفرن. والباقي هاي اللي تشوفوها الفطاير المدور، هاي العجينة اللي أنا عجنتها. إذا عجبتكم وردتوا وصفتها اكتبوا لي بالتعليقات، وإن شاء الله نسويها من جديد أني وياكم. طبعا طيبة، تتجمد عادي، تخلوها تسووها وتجمدوها، مش وقت ما تطلعوها، مجرد تخلوها تحموها بالمايكرويف أو عادي على راحتها تخلوها. أتمنى تجربوها. طبعا هنا أنا بنتي تقول لي يلا متنا من الجوع، خلينا ناكل خلينا ناكل. إن شاء الله عجبتكم، أتمنى من عندكم تجربوها. يا ريت تتفاعلون مع قناتي وتفعلون زر الاشتراك وتعطون اللايك. دمتم بأمان الله.